مرة أنا مستلم جامع مقام ال40، في عندي عارضة خشب قاعد عم دقدقها، ما لقيت إلا في رجل اي والله قال لي عاوز شيء شيخ؟ قلنا له سلامتك. بقى الدرج اللي من جامع من ال40 لتحت أملس جدا، لأنه آلاف السنين والناس تطلع وبتنزل عليه، وهو لابس جرابات. والله قال لي شكني قلبي إنه بجوز الزلمة يزحط زحطة يصير تحت. قال لي عاوز شيء شيخنا؟ قلنا له سلامتك. حط اجره على أول درجة صار تحت. عرفته إنه زحط، بس بدي خفف عنه شوي، يعني ركضت وراه دغري. سيدنا قلنا له أنت من أهل الخطوة ما شاء الله، يعني أول خطوة صرت بالجامع، ثاني خطوة رح تكون بمكة، دعي لنا. قال لي الله ياخذكم، انكسر عصي. قال لي روح جيب مطرقة خشنة اضرب فيها الدرج. اي نعم، خليه يخشن الدرج. اي نعم، يقطع خملة. قلت له والله فكرتك ولي من أهل الخطوة. أنا عرفانه زحط وقع، بس أنت حالي لخفف عنه الوقعة شوي. وكانوا يطلعوا لعنا هالنسوان شي 200 امرأة يطلعوا لعنا اي نعم بوقفة عرفات. وقال الفقهاء ليس التعريف بشيء، يعني بيطلع بيوقف على الجبال بعرفات ما له شيء. فالنسوان اي نعم عقيدة الدروشة يطلعوا لعندي لفوق. اي والله بيطلعوا. تقول لي شيختهم شيخ احكي لهم عن يعني شو جبل 40، شو في يعني كرامات، شو في شغلات. فهي بتقول لهم حديث، بتقول لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطيع زيارتي فعليه بابن خالتي، عن جبل 40. قال جبل 40 ابن خالة سيدنا النبي. اي نعم. قلت لي شيخ اي نعم، هو درس عليهم قرون. قل لهم ليش 40، فهموا ليش 40. قلنا لهم حدثني جدي قال لي يا ولدي الصبي بيجي من بطن امه راكبه 40 عفريت، كل ما كبر سنه بينزل عنه عفريت، ليصير الزلمه عمره 40 سنه بيكمل بيعقل. المرأة بتجي من بطن امها ما فيها ولا عفريت، كل ما كبرت سنه بيركبها عفريت. قلنا لها قديش عمرك حجي؟ قالت لي 70 سنه. قلنا لها ما شاء الله وكان راكبك 70 عفريت. قالت لي مين حدثك؟ قلت لها جدي. قالت لي هيك وهيك بجدك. فبيطلعوا لفوق. لك حرمه قالت لي شيخ رح اتوضا واجي بوس ايدك. بدها تتوضا تجي تبوس ايدي. لك اصلا اي نعم بلا وضوء ما بيجوز، بالوضوء راح وضوءك اي نعم وارتكبنا حرمه. بس دغري على الدرج طقيت قفل سكرت على حالي مشان ما تطلع لعندي.